السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع كورس جديد هو كورس النهايات، كورس 1000 نهاية شطرنجية. في الكورس ده هنشوف حاجات كتيرة جدا مختلفة ومثيرة، زي نهايات البيادق، وده موضوع الفصل الأول بتاعنا من كورس 1000 نهاية شطرنجية. أول حاجة لازم تعرفها من نهايات البيادق إنها حساسة جدا، بمعنى إن أي تغيير في الشكل البيدقي أو في شكل البيادق أو أي حركة غلط أو مش محسوبة بتكلفك الجيم كله. لازم تحسب كل نقلة بعناية، وفي الأشكال اللي حضرتك هتشوفها دي مش مطلوب منك إن أنت تحفظ 1000 نهاية شطرنجية أو الأشكال دي. أنت كفاية إن أنت تفهم فكرة المكسب، وإن أنت تجيب فكرة المكسب بكل سهولة، وإن أنت تبقى عندك إدراك للأشكال دي بمجرد النظر إليها أو التعرض ليها في الجيم بتاعك. زي ما حضراتكم شايفين معانا مثال، الملك عاوز يرقي البيدق بتاعه، الملك الأبيض، والأسود مسيطر على الثلاث خانات دول. والثلاث خانات دول لو الملك الأبيض قدر إن هو يسيطر على مربع واحد منهم بيقدر يفوز، لأن المربعات دي اسمها مربعات مفاتيح الفوز أو المربعات الرئيسية للفوز. يعني عشان تكسب لازم تبقى الملك بتاعك في مربع من المربعات الثلاثة دي، زي ما حضراتكم هتشوفوا. كينج سي 5، كينج سي 7. الموقف ده موقف تعادلي باللعب الصحيح من الأسود. كينج سي 4، كينج سي 6، دي 5 تشيك، كينج دي 7، كينج سي 3 عاوزه يغلط، كينج دي 6، كينج دي 4، كينج اي 7، كينج اي 5، كينج دي 7، دي 6، كينج دي 8، كينج اي 6. ودلوقتي الموقف تعادل إجباري لا محالة. كينج اي 8 على طول بيرجع، كينج دي 5، كينج دي 7، كينج سي 5، كينج دي 8. من الناحية التانية برضو كذلك، كينج سي 6، كينج سي 8، كينج بي 5، كينج دي 7، كينج سي 5، كينج دي 5، كينج دي 7، كينج اي 5، كينج دي 8، كينج اي 6، كينج اي 8، دي 7 تشيك، كينج دي 8. ودلوقتي موقف كان ستيل ميت، وانتهى الدور بالتعادل. تعالوا نشوف لو الأسود غلط أو الأبيض قدر إنه ياخد، والأبيض قدر ياخد مربع من التلاتة دول، هيبقى الموقف عامل ازاي. كينج سي 5، كينج سي، كينج اي 7. دي بقى الغلطة، ان هو ساب الابيض ياخد المربع السي 6 على طول. الابيض خده، وده مربع من الثلاث مربعات اللي بتديك افضلية للمكسب، مربعات الفوز. قدر ان هو ياخد مربع بغلطة من النقلات دي، ممكن يكون اللاعب اللي قدامك ما يعرفهاش. فدلوقتي كينج دي 8 عاوز يلحق الامور، بس خلاص. كينج دي 5، كينج سي 8، دي 6. العسكري بيجري،
عاوز يرقي كينج دي 8 دي 7. بيقول له انت دلوقتي ما اتخنقتش، اطلع لي بره هنا وانا هنزل بالملك هنا وهرقي البيدق بتاعي، والموقف مكسب جدا. ومعانا مثال تاني عن مربعات مفاتيح الفوز او المربعات الرئيسية للفوز. زي ما حضراتكم شايفين الملك الاسود عاوز يجي كده في كده ويقف يسيطر على المربعات الثلاثة دي ويمنع ترقية البيت. فالابيض عليه اللعب. افضل نقلة للابيض ان يجي كينج بي 5، عاوز يسيطر على مربع من مربعات مفاتيح الفوز موضوع حلقتنا. فكينج اف 7 بيحاول يدافع الاسود. على طول كينج سي 6 بياخد مربع من المربعات دي وبيمنعه من انه هو يوقف ترقية البيدق. لو جه هنا بنزق البيدق وبنقول له ممنوع المربع ده تيجي فيه وانا هزق في حماية الملك بتاعي وهرقي. فكرة الحلقة ان انت على طول اول ما بتشوف موقف نهايات فعلى طول بتبقى عارف بتعمل ايه وتروح تسيطر على مربع الترقية ده، مربع مفتاح الفوز. تعالوا نشوف لو الابيض ملعبش كينج بي 5 راح سيطر على مربع مفتاح الفوز ولعب البيدق مثلا، على طول الموقف تعادل. الملك كينج اي 8 كينج دي 5 كينج دي 7. بيقول لي بقى للملك الابيض انت غلطت فاستحمل نتيجة غلطك، انا سيطرت على المربعات الثلاثة دي مربعات مفاتيح الفوز، مش هتقدر ترقي البيدق بتاعك.